بصوا يا جماعه، فقره قالوا ايه عندنا 3 فيديوهات للاستاذ ابراهيم المنيسي والمهندس عادل القيعي قناه الزمالك بهذا اللوك والمظهر الرائع الذي يليق بقيمه نادي الزمالك. وطبعا هذه القناه خلقت نوع من الزعل لدى جمهور النادي الاهلي والغيره من مجلس اداره النادي الاهلي. المهندس عادل القيعي يرى ان ازاي اعلامي مصري يجيب المخرج ويقول له انت ما بعتهاش ليه، وشايف ان كده اصبح هاني حتحوت تونسي. طبعا تعال نشوف الكلام ولا انا تعليق. يلا ما دام حريص على حق النجم او حريص على القصاص من الاهلي هجيب خبراء تحكيم، لكن هجيب مخرج تلفزيوني لمجرد مساءلته مع كل الاحترام والتقدير ليه طبعا. تقديره كده يا اخي. انت ليه ما انت ليه طالبه انه يكون خبير قوي ان هو ايه اللي يتعاد وايه اللي ما يتعادش؟ بصوا يا جماعه، حد يقول لي دلوقتي بيتفرج عليا يقول لي يا عم انت مالك، انت بتجيب اللقطه دي ليه؟ انت مالك؟ فاقول له صحيح وانا مالي؟ لا انا مالي ونص كمان. اسيبه اجليله. حضرتك شوف قال لك ايه؟ كان استاذ ابراهيم منيسي بضحكته اللذيذه كده وكانه عايز يقتص من النادي الاهلي، وكانه عايز يعيد اللقطه وعمال يقول كلام ويقطع في الزميل الاعلامي يعني عشان جاب ده، وكانه يعني عايز وكأننا ايوه. وهم ابتدوا يتكلموا كخبراء في التحكيم ويقول لك ان هو مش شايفه، ان هو على فكره بس معلومه كده في كره القدم يعني مفيش حاجه اسمها مش شايفه، في حاجه اسمها تهور. تعال نشوف بقى المهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم منيسي. اما جنش طلع الكوره فالمخرجه ايناس عثمان ما عادتش الكوره، فاحنا كمتفرجين ما شفناش الكوره عدت باكملها او بكامل محيطها او بحته، رغم ان في نفس اللقاء ابراهيم حسن جاب جون الحكم ما حسبوش. فاكرين يا زملكاويه تعليقهم كان ايه؟ يلا. يقودني الى ايه بقى؟ والاعلام. والله يا استاذ ابراهيم انت شخصيه بتتحملني. امبارح في ماتش الزمالك الكوره جنش جوه الجون بالمعنى الحرفي. ايوه. والكوره بين رجليه. ايوه. لم تعد اللقطه ولا مره ولا شفناها. الله. هو انتوا شاطرين دورتوا ونغبشتوا لما ازاروا قطع الفانيلا. ايوه. وبعتوها. وكان الحق المهني للمخرج انه يعرضها ويجيبها، وقال لك لو اتعادت هجيبها. واخد بالك؟ وطلعونا اصل دي شغلنا واحنا ايه؟ احنا ضميرنا اصل بقى لما يجي الواجب والضمير احنا بتوع الضمير واحنا بتوع الواجب. والله العظيم انا مكسوف لك يا باشمهندس عدي، اقسم بالله انا مكسوف لك انت والاستاذ ابراهيم منيسي. اللي انتوا بتعملوه ده دلوقتي بقت ايناس عثمان ابوها تحسين عثمان وده غلط وزملكاويه عشان كده ما عادتش وانت عايز القصاص من الزمالك زي ما بتقول على هاني حتحوت. ايه الكلام ده؟ ايه الشيزوفرينيا الاعلاميه دي؟ ايه اللي عكس ونقيضه فجاه كده؟ عكس ونقيضه فجاه في امور بتخص اعاده مخرج ومفيش حد هيمنعني ولا على ورا خطوه يرجعني، واللي في وقت الشده لدعني حقي راجع مش قلقان، بعد يا عيني وبعد يا ليلي وبعد ما قال انه مالوش غيري وان نصيبه هو نصيبي وانه في عز الجرح طبيبي سابني وراح لي. سبحان الله. طيب بالمناسبه كمان نروح بقى للذيذ بقى، والمهندس عبد القادر ابراهيم منيسي بيشجعوا السنغال. تعالوا نروح كده يلا. انا بس لفت نظري حاجه من اللي قلتها دلوقتي حاجه واحده انك بتقول كثيرا ما تعلل وتحجج بعض الضيوف من المنافسين وبيطلبوا نقل المباريات. مش هنلعب. انا بقى عايز اتوقف في اللحظه دي عشان اوجه الشكر لجينيراسيون انه عمل العكس والمدهش ان البعض يرى ان هذا خطا ومؤامره، هذا عمل محترم بدل ما كان يقدر يقلب الموقف ويقول انا مش لاعب لعدم ملاعب. لا بيشكر جينيراسيون وعمل محترم لا تعليق.